طيب عندنا اول ما بنفتح بنلاقي الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده عبارة عن حاجة فاضية تماما، مفيش اي عنصر موجود فيها. طيب هنا طبعا اول ما بتفتح بيجيب لك على طول التصاميم دي على طول عشان تبدأ تشتغل من عليها. عندنا طبعا زي ما احنا شايفين الجزئية اللي احنا شايفينها قدامنا دي هي الشكل الاولي اللي انت تبدأ تشتغل عليه. انا هنا طبعا عامل ظهور الهوامش علشان اخلي الهوامش بتاعتي بعيدة علشان اعرف اشتغل لما اجي انزل اي ديزاين عليها، يبقى شكل الهامش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما اروحش ناحية الجنب او فوق او تحت، اكون في نص الديزاين بالظبط. طيب في الاول طبعا من على اليمين علامه البيت اللي موجوده دي اللي هي بترجعك للخلف العلامه الرئيسيه او الم- للاسف للمكان الرئيسي اللي انت بتدخل عليه الصفحه الرئيسيه بتاعتك. عندنا هنا السهمين دول، سهم بيرجع خطوه لقدام وسهم بيطلع بيرجع خطوه لورا وسهم بيطلع خطوه لقدام. تمام هنعرف لازمتهم برضو قريب جدا. عندنا الثلاث نقط اللي انتم شايفينهم قدامكم دول بيظهر لنا هنا ابتكر تصميم جديد، بيظهر لنا مثلا استيراد من الملفات بتاعتك على الموبايل، بيظهر لنا الحجم تقدر تغير الحجم، طبعا حاجه مدفوعه معمول عليها علامه التاج اهي. عندنا عرض الاعدادات، ممكن انت تعدل برضو الحجم بتاعك لو انت على الابلكيشن مدفوع، مفيش اي مشكله. انت مثلا بدات تشتغل على شكل وبعدين عايز تغيره لشكل تاني، مفيش اي مشكله. واول ما بتدوس بيقول لك النسخ والتغيير، يعني انت تعمل نسخه منه وتعمل شكل حجم تاني. يعني انا مثلا عملت ديزاين لفيسبوك وبعدين عايز اعمل منه نفس الشكل بالظبط ديزاين لتويتر مثلا، او عايز اعمل مثلا ديزاين مثلا بنترست، عايز اعمل منه صوره اليوتيوب. اي حاجه احنا عايزين نعملها بنعمل منها نسخ وتغيير، وان احنا بنغير الحجم على طول لو احنا مثلا اتلخبطنا وبنرجع للشكل ده. طيب هنا بيعمل حفظ، تقدر تحفظ التغييرات اللي انت عملتها علشان لو النت فصل منك ما تبداش من الاول، ولكن هو الابلكيشن بيحفظ على طول اول باول لوحده. عندنا هنا عمل نسخه، تقدر تعمل نسخه من الديزاين اللي انت شغال عليه، نسخه تانية وتبدا تشتغل عليها. لما تطلع بره هتلاقي في نسخه مش متعدل عليها التعديلات اللي انت عدلت بعد النسخه، وفي التعديلات اللي انت عدلت بعد النسخه اللي انت عملتها. طيب نرجع برضو تاني للجزئية اللي احنا كنا شغالين عليها. انا حابب ان انا اشرح كل حاجة بالتفصيل، كل نقطة موجودة في الابليكيشن علشان لما تيجي تشتغل ما تتوهش وما تقولش طيب ده بتاعت ايه، طب دي بنستخدمها في ايه، طب دي بنستخدمها في ايه. لا، انت بتدخل مرتاح خالص ومعاك كل حاجة بتاعتك، مفيش ادنى مشكلة. نرجع تاني للنقطة اللي احنا كنا بنشرحها. تمام، قلنا عمل نسخة، وهنا سجل الإصدار اللي أنت الحاجات اللي أنت اشتغلت عليها وعدلتها خطوة خطوة هتلاقي موجود معاك. طبعا الجزئية دي مدفوعة، وبيقول لك هنا عرض التعليقات، جميع التعليقات أهي. لو أنت شغال أنت وحد على الديزاين زي ما احنا قلنا تبعت له اللينك وهو يعمل لك كومنتات على حاجات معينة، لا غير دي نقولها يمين، غيرها خليها شمال، وهكذا. طيب مفيش أي حاجة تانية يعتبر مهمة غير مثلا هنا بيقول لك نسخة من بدون عنوان. احنا عملنا طبعا أول حاجة كانت بدون عنوان، فاحنا ممكن نعدل العنوان بتاعنا نخليه مثلا كلمة آم، بوست مثلا، أو مش بوست، احنا ممكن نعمل ديزاين سوشيال ميديا. ماشي، احنا طبعا شغالين على ديزاين السوشيال ميديا، فاحنا هنعمله بالاسم ده. طيب الأحجام اللي أنت شايفها قدامك دي أو المربعات أو المستطيلات اللي ورا بعض دي عبارة عن صفحة الأحجام، ولكن طبعا دي بتظهر للمدفوع بس، أما غير مدفوع ما بتظهرلوش. طيب هنا علامة التنزيل، دي علامة التنزيل هي بتنزل الحاجة من عليها كده، ما أظن ما فيش أوضح من كده تاني. علامة الشير دي وهي إن أنت تشارك الشكل بتاعك على منصة معينة على طول بدون أدنى مشكلة، أهو المنصات كلها. أو إن أنت تعمل له تنزيل، وساعات ما بتعمل له تنزيل ممكن تعمل له تنزيل بكذا صيغة بدون أدنى مشكلة طبعا، ولكن إحنا لسه ما حطيناش أي حاجة فأكيد مش هيحفظ لنا الهوا، فإحنا بيعرفك هنا تحفظ الحاجة إزاي. طيب نقدر برضو نعمل مشاركة للرابط، وإن إحنا ناخد الرابط ده نخلي طبعا الصلاحية لكذا ونعمل، إحنا قلنا النقطة دي. هنا ممكن بقى نعمل موقع إلكتروني، ده نبدأ ننفذ إن إحنا نشتغل على موقع إلكتروني بنفس الشكل ده. ممكن نعمل برضو رابط للعرض فقط، إن إحنا ناخد اللينك ده ونديه لشخص يتفرج على الشكل، ما يقدرش يعدل عليه ولا يعمل عليه أي كومنتات. طيب الجزئية اللي فوق كده خلاص اتشرحت تمام. احنا برضه نقدر نستخدم السهم في ان احنا نرجع خطوه لورا، ولكن هيودينا لحاجات احنا ما عملناهاش. يعني يعتبر كتبنا حاجه في اسم العنوان بتاع اللوجو او الاسف الديزاين اللي احنا شغالين عليه، فهيبقى خلاص. انا طبعا كنت هكتبه لوجو، ولكن انا
علشان كده علقت في دماغي كلمة لوب. طيب هننزل تحت على اليمين هنلاقي علامة الإضافة، ودي هنأجلها شوية. خلينا في كلمة استبدال. هنا لو دوسنا على كلمة استبدال هيجيب لنا معرض الصور، وهيجيب لنا التحميلات، وهيجيب لنا الصور وصور من جوجل، وأي حاجة تقدر تغير الخلفية ليها. طيب احنا طبعا محددين الخلفية، فهو هنا هيبدل لنا الخلفية. تقدر كمان تغير لون الخلفية قبل ما تشتغل. مفيش أدنى مشكلة، تحط لون متدرج أو لون ثابت أو أيا يكن الألوان اللي أنت عايز تحطها. أهو حطيت لون متدرج أو لون متدرج أو لون معين ثابت، مفيش أي مشكلة. زي ما احنا شايفين الألوان اللي احنا نحبها. عندنا كذا لون متدرجة، ونقدر كمان إن احنا نلعب في الألوان وفي تدرجها، مفيش أي مشكلة. أهو ممكن نعمل مثلا خلي التدرج في النص، التدرج في الجنب، وأيا يكن الشكل اللي احنا عايزين نشتغل عليه. طيب خلينا ان احنا ثبتنا على الحته دي. طيب الطبقات دي بتعرض لك كل الطبقات اللي انت بتبقى مستخدمها، او الليرز اللي انت بتبدا مستخدمها على الشكل هنا. طيب عندنا التداخل هيبقى برضو لو في حاجات متجمعه هتبقى موجوده مع بعض، وهنشرح ده مع بعض ان شاء الله. هنا مش هنقدر نشرح حاجات كتيره لان مفيش حاجه بيقول لك حذف وكتابه تعليق، وان انت تعمل لصق او نسخ، وطبعا مفيش حاجه تنسخها او تلزقها موجوده هنا. طيب عندنا المربع اللي جواه، او الاسف الدايره اللي جواها مربعات، دي بندوس عليها بتعرض لنا الصفحات اللي احنا شغالين عليها. خلينا ان احنا عايزين نعمل بي دي اف معين مثلا، عايزين نعمل منه كذا صفحه، فزي ما انت شايف قدامك كده كل ده تقدر تعمل 50 ديزاين مثلا او 100 ديزاين ايا يكن. انا كنت عامل مثلا لمكان حوالي 200 شهاده بنفس الشكل ده، ورحت اخدتهم عملتهم طبعا بي دي اف طباعه، وبعتهم للمكان وهو طبعهم على طول واستلمهم الشخص ده منه. طيب نقدر كمان ان احنا طبعا زي ما شفنا ان احنا نحذف او ان احنا نضيف صفحة. عندنا اهو اضافة صفحة من الاول، بعدين ممكن نعمل لها تكرار نفس الصفحة بالشكل المحتوى عليها جوه، او ان احنا نحذف الصفحة نفسها، او ان احنا نعمل لها اخفاء ما نشوفهاش لما نيجي نشتغل، او ان احنا نعمل لها اظهار مرة ثانية، او ان احنا نحدد صفحة واثنين وثلاثة ونبدأ نحذفهم مثلا، او ايا يكن نكتب ملاحظة على الصفحة دي. مفيش اي مشكلة. شرح كافي وافي للجزء اللي فات ده من غير اي تشتيت ولا اي حاجه. تقدر كمان ان انت تشد كده اهو تعمل صفحه جديده. تمام يا سبحان الله، مفيش اي مشكله برضه.